بصوا النهارده يعني عايزه اكلمكم على تكه كده، كان حد سالني فيها. تكه سهله قوي بس يتوقف عليها شغلك كله. هي الداتا اللي معاكي اصلا، موضوع التصوير ده يا جماعه. يعني انا كان في حد لسه بيكلمني معاها ايفون. انا بقول لها انا معايا اوبو كذا، اصلا مش فاكره معايا اوبو ايه، بتقولي لا انا هجيب الموبايل اللي انت بتجيبيه. إيه طيب، ايه تكتي في التصوير؟ انا بحب قوي. بصوا بس انا عايزه اوريكم حاجه، ان ده كده الشعر في ضوء الغرفه العاديه، يعني ضوء عادي قوي، مش قوي كمان. هو الشعر بيلمع، انا ما بقولش ان هو بيلمعش، بس انا عايزه اوضح اللمعه اللي فيه. انا بشغل اضاءه الفون، انا معلقه الموبايل على الرينج لايت، بس مش بستخدم اضاءه الرينج لايت، مش بتبقى واو يعني. بشغل اضاءه الفون وبطفي اضاءه الغرفه. ادي لمعه الشعر، ادي لمعه الشعر، انتي بتوضحيها والشعر بيلمع، بس احنا عايزين نوضحها. طيب، انا لو جبت الفون مقابل للشعر كده، بصوا، بصي، بصي في تقصيفه بانت ازاي، في تقصيفه انا مش حباها تبان. طيب، والناس اللي هي بتروح مقربه التليفون قوي كده وتقعد تصور، مش حلو خالص. انا ببعد شويه بحيث ان انا جايبه طول الشعر كله، برفع موبايلي بحيث ان انا لما بجيب الشعر من فوق كده بيداري لي التقصيف. انا الفون من فوق لتحت، جايب لي من فوق لتحت، فلو التقصيفه جايه كده انا كده، وانا واخداها كده كانها عدله، التقصيفه مش باينه. دي حاجه، يعني هي حاجه صغيره قوي، تكه صغيره قوي، بس هي مهمه قوي. دي اللي هتجيب لك الناس. اصلا انت شغلك حلو بس انت مش بتصوري حلو، خلاص يبقى شغلك مش حلو. لكن في ناس، يعني انا في ناس ممكن شغلها احسن من شغلي بس ما بتصورش كويس، بتظلم شغلها. خلاص يا جماعه، دي تكه صغيره قوي بس حابه ان انا كنت اوضحها لكم لانها هتفيدكم جدا في الشغل. ايوه يا بنت القروبه، ما انت